الفل يا امارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يوم روتين، يوم كله تشجيع كده ونشاط. يلا تشجعوا معايا بقى وقوموا صحصحوا، اللي هيعمل حاجه يعملها واللي وراه حاجه يعملها. وما تنسيش لو انت بقى اول مره تزوريني اعملي اشتراك في القناه، ده حاجه هتساعدني. واللايكات بقى القمر، عايزه لايكات كتير كتير كتير. يلا نعمل ايه دلوقتي؟ نلم الغسيل. يلا. انا بقى ما صدقت ان بنتي تنام وقلت اروح بسرعه الم الغسيل واظبط الاوضه بتاعه الولاد، لان بجد مظلومين قوي بسبب ان بنتي اليومين دول تعبانه، فمهتميه بيها زياده عن اللزوم. وهي انا يعني ايه مطنشاهم شويه. معلش، بيقولوا في دور كده في الجو، الولاد كلها عندها نزلات معويه وحاجات من دي. فيلا ربنا يشفي كل ولادنا ويخليه لكم. دي بقى فالنات مرمر الصغيرة، حاجات كده مقطقطة خالص. انتوا بقى ايه اخبار الغسيل معاكم؟ بيتكسر كده زي عندنا؟ لا، الغسيل حاجة فظيعة بجد. يعني الواحد بيشيل غسيل وفي غسيل في الطبق، يعني انا مش عارفة اشيل الغسيل في الطبق، اشيل الغسيل يعني احطه في الطبق، بشيله كده عليا عشان كل السبتة مليانة، يعني بشيل ده واحط ده. غير كده كمان انا بحب الغسالة اللي هي الهاف اوتوماتيك دي، ودلوقتي بايظة عندي، يعني حاسة ان في اعراض انسحاب. انا بحب جدا 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 الغسالة الهاف اوتوماتيك اللي هي مروحين دي، مع اني عندي التانية وكبيرة، بس ما بتنضفش النظافة بتاعت الغسالة العادية. ونصيحة مني، لو حابة تجيبي غسالة، هاتي المروحين دي حلوة قوي، اللي هي شبه العادية. لكن ما تروحيش تجيبي اللي فوق اوتوماتيك، مش بتنضف. يعني اللي فوق اوتوماتيك هي مش بتنضف. لا اما اوتوماتيك كامل، لا تجيبي نص اوتوماتيك، ما قدامكيش حل غير الاتنين دول. لكن فوق اوتوماتيك دي نادر او ما بتنضف. سمعتوا اهي لولو صحيت. لولو هتشوفوها في الفيديو، مصورها لكم وهي كانت قاعده معايا، هروح ابص عليها. يلا تعالوا. هي لولو، يا لولو. كمان جربوا اوكسي في الغسيل، تحفة تحفة، جميل. اوكسي البودر ده جميل قوي، ومعاه بقى كلوروكس الوان بحطه في اول الغسيل كده، بينفع وبيبقى بيخلي الهدوم البيضة بيضة والالوان بيحافظ عليها، فمش بقلق بقى ان احط ابيض ويبهدل الالوان، فبتبقى جميلة قوي. هنطبق الغسيل زي العادة. الغسيل ده بيتكاثر، بصوا انا معرفتش الم في الطبق بتاع الغسيل عشان مليان غسيل لسه هيتنشر، فيعني موال كل يوم غسيل بيتشال وغسيل هيتنشر. ده غسيل بابا يا حبيبي. ماما الغسالة كان فيها مشكلة، قلت لها انا هغسل، اتي ايه، اتي الحاجة اغسل لك الحاجتين دول معايا. انا بعمل كده عشان بعد كده هنغير الملاية ونعمل الحاجات دي. ده البادي بتاع اي بلوزة بقى، اي حاجة بلبسه. ودي الفوط، طلع فوطة وبعد كده طلع فوطة تاني، وكل واحد ياخد فوطة، تحس انه بيقسموا المراس فيها، يعني ايه تفهموش في ايه. انتوا بقى عاملين ايه؟ الولاد خلاص هيبدأوا كمان امتحانات الشهر، ويعني ما اقولكمش ضغط نفسي وعصبي. ربنا يرحمنا ويعدي بقى ايام الامتحانات دي على خير. بس ايه رأيكم في الجو اليومين دول؟ حلو قوي جو، الله لو تفضل كده الجو، يعني ولا هو حر ولا هو برد، الدنيا مظبوطة. بس لولاش بس موضوع اخواتنا حبايبنا اللي في فلسطين، كانت تبقى الدنيا حلوة قوي يعني. هو ده بس اللي مضايقنا اليومين دول، بس ان شاء الله ربنا ينصرهم ويحافظ عليهم، والدنيا كلها تبقى حلوة ان شاء الله، ويعم السلام والامان على العالم كله. دي برضو هدوم بابا حبيبي، اللي ببوسها دي هدوم بابايا حبيبي. ربنا يخلي لكم كل حبايبكم
وما يحرم حد من اهله، ولا يحرمكم من اقرب الناس ليكم. قميص الكشافة بتاع ابني الكبير، بيبو ابرام هتظهر. عارفه ان هم قميص الكشافه. ايوه ايه، ايوه طبعا. ليه الكشافة؟ ما دي جمهورية يا بابا الكشافة دي. قولوا له في التعليقات ان انتوا عارفين يعني ايه كشافة، فاكر ان هي حاجة غريبة. لا عارفينها عادي. جهز نفسك عشان ايه، انت هتلبس في الاطباق اللي في الحوض. ليه بقى؟ بصوا قرب كده، بصوا شايفين ايه يعني، بصوا طالع لها كده حاجة. الحمد لله مش عارفة اتني ايدي ولا عارفة احطها في مية ولا اي حاجة. لبس لولو، لبس لولو، لبس لولو. لولو بص هتلاقيهم لولو بتعمل ايه. لولو يا لولو يا لولو. طبعا الاوضه دي ايه، فرنات لولو. اتكلمي وانا بس ايه يعني ما اقولكمش. اتكلمي وانا الأوضة طبعا متبهدلة، هنقوم نلمها دلوقتي ونظبطها. لولو بصوا منزلة كورها وسحبت الشاحن ومقضياها، وهي مسكت باسكت الزبالة. ايه يا لولو عند ايه يا لولو، وريهم شكلك يا لولو. لولو لولو لولو. ولولو حابين لولو تطلع معانا في الفيديوهات ولا بلاش؟ الزبالة خلاص في يا اختي يا شمات قبل لذيذة فايق. تعالى لم. هنلمهم. بصي ماشي. هو اصلك ما فيش غير كام بتاع ده نوى البلح، لكن انا مفضياه الحمد لله مفضياه. دي الحاجات بتاعت لولو للاسف طالعه كبيره عليها بقى وحاجه غريبه كده. كده احنا خلصنا الحاجات دي مؤقتا لغايه بقى اما ايه نجيب الملايه ونفرشها ونشوف هنعمل ايه. لو انت معايا لغايه دلوقتي اعملي لايك اوعي تنسى. يلا بقى هنا بقى نغير الملاية، والكسوة دي نفعتني قوي عشان الولاد والدربكة بتاعتهم، وساعات بيشيلوا الملاية يخلوها في الارض، لان انا الملايات عندي مش اللي هي باستك فبتبقى بتتحرك كتير، والمرتبة دي مش ماسكة فيها اللي بتاع دي قوي لان دي مرتبة قطن انا نجدتها جديد قبل ما اجي هنا على طول. انا بحب التنجيد القطن بيريحني اكتر من التنجيد التاني او اللي هو التاكي، يعني جربناه ما حبيناهوش. ده كل سنة كل سنتين تقدري تغيريه وبنفضه يتظبط من اول وجديد. فقلت بقى المرة دي كنت لسه والدة وجاية الشقة هنا، فقلت بقى احتياطي عشان لولو نجيب الكفرات دي بتتمسك كل فترة اغسلها وترجع زي الفل تاني، بس انتوا عارفين مجرد اي تراب لونها كده لاني برضو مش نوع حلو قوي يعني. جبته كده من بيج يعني على الفيسبوك. عايزة بقى اعرف بيج يكون حلو، لو تعرفوه رشحولي. عايزة اجيب ملايات كده مدلعة شوية لان انا ايه الملايات مقصرة في حقها شوية، اتبهدلت مني في الشقة القديمة. وعايزة اجيب بقى ستايلات تكون حلوة. هنا بمسح بليدج ده بتاع الاساس حلو قوي. وانا كمان جربته بقى الاحلى والانقح ان انا جربته في اسمها ايه في الحيطان، طلع جميل قوي يا بنات. يعني ايه ده، لقيته حطيته على الحيطان في بقع كده. انتوا عارفين الالوان دي بتعمل كده زي طبعة، فكانت حلوة قوي تمسح كل البقع. اضحكوا هنا بقى عليا المفارقة الغريبة ان انا الملاية بعملها بالمشقلب، خدوا بالكم كده، وعمالة وعادي يعني وشغالة بس انا صراحة مركزة يعني كنت اكتر مع لولو، يعني اللي معاه اولاد عارف يعني انا بعمل ولولو بره، فاللي هو خايفة كارثة تحصل لها. فبصوا اهي بوريكم بقى هنا الهطل بتاعي بقول
فهنا اهو عدلنا الملاية الحمد لله، والدنيا بقت تمام وحلوة قوي. هنا بقى نمسح الشاشة، نخليها ايه، نخليها بني ادمة جديدة. حلوة الشاشة عند الولاد بس بيبهدلونا عشان ما نقعدش عندها. يلا بقى روحوا ادخلوا عايزين ننام عايزين نقعد. فانا عملت خطة حلوة قوي، وعملت عندي انا تلفزيون جوه، هبقى اوريهولكم في الفيديوهات الجاية. بصوا بوريكم التراب اللي على السلك. يلا لو انتي بقى مش مشتركة في القناة اشتركي بقى وفعلي الجرس كده على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو انتي تشوفيه. قولولي بقى رأيكم ايه، بتحبوا احط هنا اكسسوارات والحاجات دي، ولا خليها فاضية تبقى سهلة كده وعملية اكتر. بصوا اللي بتاع ده بقيت بمسح بيه جميل، بيشيل بقى التراب والزوايا وكل حاجة، يعني حلو اوي عاجبني صراحة. انتوا بتعملوا ايه في الدهانات البيضة دي؟ انا صراحة غامرت، قالوا لي هتندمي ومش عملية، بالذات ان انتي في بيبي وكده، بس قلت ايه خليني افرح بيه شوية وبعد كده يبقى نجدد، مش مشكلة يعني، ربنا يدينا طولة العمر، وكل سنة ولا سنتين بالكتير نديها وش تاني والدنيا تبقى حلوة، يعني احنا ورانا حاجة بس نظبطها. هنا بقى الفوطة دي يعني ايه بتكفر معايا صراحة، بعذبها، فكل شوية شقلب حتة فيها واشتغل بيها، بس صراحة احسن من فوط الفتحة. فوط الفتحة دي تجبرك ان انتي تعمليها ببنت ناس، الفوط الغامقة دي اللي هو انا بستريح وانا ببهدلها، يعني ما عنديش مشكلة. هنا الحاجات برضو البيضة دي بتطبع، فبمسحها اي منظف وخلاص، يعني ان شاء الله جبت لها حبة مية بنقطتين خل هتنضف معاك. شايفين هنا بقى، بصوا الحيطة، هوريكم الحيطة. يعني عيالي تقولي بيمشوا على الحيطان، والله حرفيا بيمشوا على الحيطان. مبصمة بتبصيم صعب قوي، بس قلت بقى انا قلت اجرب بالليدج ده عليها اشوف الدنيا هتمشي ازاي، ولقيته مشيت وبقت حلوة قوي ونطفت اسرع ما لسه هعمل تركيبات وحاجات وطبعا اكيد بالليدج بيحافظ على الاخشاب، فبالتالي هيحافظ على الحيطان، صح ولا انتوا رأيكم؟ قولولوا انتوا بتعملوا ايه في الدهانات البيضة دي، ولا نطلع العيال برا الشقة ونرتاح؟ النبي انا شايفة ان ده حل مناسب. وانا كمان بفكر هنا ان اغير الالوان بتاعة الحاجات دي واخليها لونها ابيض. يلا بجملة الكوارث اللي انا بعملها في نفسي، قولولي اعمل الكارثة دي ولا بلاش. دي بقى المشاية دي انا رحت جبتها وللأسف جبت المقاس غلط، قطعته غلط فطلعت صغيرة، بس مش مشكلة، هي مقضية الغرض تمام. كده كده نجيب تاني ونجيب تالت وادينا بنبدل بينهم. وصراحة عكس ما كنت متخيلة، انا قلت دي بترها اسبوع وهتتوسخ وهتبقى حاجة صعبة، لا عاشت. هنا دي عربية لولو، احنا مكسلين كنا نركب المروحة فحطينها عليها. هنا بقى اخر اليوم قلنا نحل يومنا، ونزلنا كده ايه قعدنا على الكورنيش وشربنا عصير والدنيا كانت حلوة. بس يعني للأسف بقى لولو بعد كده يعني الدور بقى بتاعها ده اشتغل شد عليها شوية، كان المفروض اتقلها شوية. وهنا جوز بيأزز فيلم، وهنا ده فادي بيسلم عليكم، جوزي ما كانش واخد باله بس قلت ايه لحظة تاريخية. الكورنيش ده بصوا على قد ما بيبقى زحمة موت في الصيف، على قد ما بتبقى الدنيا مهوية في الشتاء. سبحان الله، نفس المحل بيبقى زحمة جدا ونفس المحل بيبقى ولا بيحس ولا خبر. ده كابتن ابراهيم وهو اول مرة ظهر اهو معانا. هنا العماير بقى اللي عندنا على الكورنيش، عماير حلوة بس متهيألي كلها فاضية، يعني متعرفوش هو الناس معهاش فلوس ولا لسه ما جاش نصيبها، مش عارفه. هنا لولو عايزة تقفش في التليفون، يا لولو يا عسل، يلا حطوا لايك للولو، قولوا لها يا لولو يا عسل. لولو مسميها نرمين على اسم، يا لولا حد عمل زيه وسمى ابنه او بنته على اسمه؟
ويا ترى كان اقتراح مين؟ قولولي بقى في الكومنتات. يلا خلينا ايه نشوف بعض اكتر. يا لولو، لولو كده قبل ما تتعب كانت حلوة قوي. لولو اول ما تتشاء تعرفوا ان هي حلوة، اول ما تقعد كده وتبقى هادية وما بتعملش اي حاجة تعرفوا ان هي تعبانة. سبحان الله، الولاد دي اقل حاجة تتعبهم واقل حاجة الحمد لله تخليهم تبقوا حلوين كده ومزقططين. لولو كان عيد ميلادها الاسبوع اللي فات، لولو كملت سنة. هي معصعصة شوية والدكتور بهدلني شويتين بس الحمد لله. هنا الكورنيش بقى وحلاوة الكورنيش، ملناش دعوة بالترابيزة ده. انا بحب قوي الكاراتيه ده. انتوا زي عياله بتحبوا الكاراتيهات والكلام ده، انا عيلة وبحب الكلام ده، وازعل قوي اللي يجيب حاجة من الحاجات دي وما يدينيش. قبل ما يمر عليا لازم انا اكل واكله منه. بس مش كل حاجة يعني، في حاجات كده ما بحبهاش خالص، لكن في حاجات بعشقها يعني. الواحد وهو بيسجل فيديو كده نفسه يقوم يلبس وينزل، بس انا هلبس بس نازله رايحه الاستشاره بتاعت لولو، ادعوا لها بقى. اون اهو ده الكورنيش. شايفين انا حاسه بكميه هوا وانا قاعده في مكاني رهيبه. حسي كده ان انتي عايزه تلبسي حاجه تقيله كده من الجو، بس حلوه قوي احسن من الحر. يا لهوي، استمتعوا يا جماعه بالجو ده قبل ما يخلص. انا حاسه ان انا يعني حاجات التعليقات والكلام ده غريبه عليا، فسامحوني لو بلخبط او بعك في الكلام، بس اهو ادينا بنتعلم. قولولي ايه الصح وايه الغلط وبنتعلم من بعض. والتصوير صعب جدا 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 فوق ما تتخيلوا. يعني الحاجة اللي انا ممكن اعملها في دقيقة بعملها قدام الكاميرا في 10 دقايق، مش عارفة ليه. يعني لسه مش عارفة الاتجاهات، وانا بحاول اصور بطريقة معينة عشان ما اتضايقش، فاهمني؟ فالموضوع صعب، لكن في العادي لا، انتي هتتشقلبي مش هتحسبيها يعني. فحتة ان انتي تحسبيها وانتي بتشتغلي دي مرهقة شوية، بس ادينا اهو بنتعلم. قولولي ايه الغلط وايه الصح. وانا بتعلم على طول من نفسي وبحاول امنتج واظبط الدنيا اكتر. ادعولي، بس انا محتاجة بجد ان انا اغير الحياة واسجل واعمل. واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. باي باي يا حلوين.